السلام عليكم. انا النهارده مش هقول لكم بقى المقدمه، ولا هقول لكم ان انا ام احمد، ولا هقول لكم كده حطوا اللايك، ولا دي قناتي ولا اي حاجه. عشان بصراحه كده انا النهارده مصدومه جدا جدا. ومصدومه من ايه هقول لكم، بس بعد ما ترحبوا بمحمد السيد شيكا ابنه الصغير. هو النهارده كده قال لي انا هاجي معاكي يا ماما، هتصور كده معاكي وصوريني. وجاب لي المانجا كده، دخلها لي المطبخ زي ما انتم شايفين كده. فبالله عليكم يعني لو عايزينه معانا تاني ان شاء الله يظهر معانا وكده، اكتبوا له في الكومنتات، لان قال لي لو لقيت كومنتات كتير وقالوا الناس يعني وجمهورك وكده طلب وجودي تاني، اكيد هظهر معاكي تاني. وهنا كده كان بيقول لكم بقى حطوا اللايك لماما ما تبخلوش علينا بيه وكده. ما شاء الله هو نجم كبير يعني يا جماعة. محمد السيد شيكا يعني غني عن التعريف، ليه جمهور كبير بسم الله ما شاء الله على منصات تانية، على التيك توك برضه، وليه قنوات، ليه 2 قناة على اليوتيوب. فادعوا له بقى كده بالتوفيق ورحبوا بيه معايا يعني في قناتي، لان هو مش بيحب دايما يظهر معايا في القناة بتاعتي وكده. فدايما بتحايل عليه بصراحة. فالنهاردة فوجئت كده، هو قال لي خلاص انا هصور معاكي النهاردة لوحدي. قلت له والله العظيم بجد، طب تعالى. المهم بقى تعالوا ما اقول لكم صدمتي كانت ايه. صدمتي النهارده في المانجا يا جماعه. طبعا احنا كل سنه بنخزن مانجا ولا غنى عن تخزينها، يعني احنا عارفين ان في رمضان بيجي وكل سنه وانتم طيبين وكده، وبنحتاج عصاير كتير وشيء طبيعي يكون موجود مانجا. ولكن للاسف يعني الاسعار في المانجا مش معقوله ومش متوقعه بصراحه يعني. طيب هنقول أول حاجة بالنسبة للمانجا، اللي هي مستحبة للخزين، يعني اللي هي الزبدية. تمام. احنا بنحب نخزن المانجا الزبدية. أما أي نوع مانجا مانجا تاني بيتخزن مبيبقاش حلو خالص بصراحة. طيب احنا هنا جبنا كرتونتين مانجا، مش عايزة أقول لكم بصراحة الصدمة في سعرهم، أي والله العظيم يعني. وكرتونتين دول إيه؟ بالظبط كده بحجم كرتونة من اللي أنا كنت جايباها السنة اللي فاتت. الكرتونة مش كبيرة يعني. ما شاء الله يعني. السنة اللي فاتت كنا مخزنين برضو كرتونتين، وكان سعر المانجا بكام؟ يعني كيلو كان فيها جملة ب9 جنيه، تتخيلوا؟ أي والله العظيم كان الكيلو ب9 جنيه. تمام. هي دي على فكرة مانجا زبدية يا جماعة. وشفتوا بقى، أنا مش عايزة أقول لكم إن أنا كده مش هعرف أشتغل في المانجا ولا أخزن ولا أعمل فيها حاجة، إلا لازم آكل منها الأول وأدوق. أنا قلبي الصغير لا يتحمل، أنا قدام المانجا خلاص بضعف جدا جدا. مش عايزة أقول لكم، شايفين ما شاء الله المانجا دي أول مرة بصراحة آه، نشوفها. يعني هي مانجا زبدية واحنا جايبينها خضرة وانها زبدية. تتخيلوا مجرد ما سبتها يوم، تاني يوم اصفرت. احنا مش عارفين ليه اصفرت يا جماعة، لو حد يعرف هي ليه اصفرت. مع ان احنا عارفين دايما ان المانجا الزبدية على طول بيبقى لونها اخضر ما بتصفرش. فلقيت ابو احمد بيقول لي شوفي يا ام احمد ده المانجا اصفرت. قلت له فعلا انا برضو لفت نظري ان المانجا اصفرت. اصفرت ليه انا مش عارفة بصراحة. اكيد اللي يعرف يعني هيقول لنا في الكومنتات. وبرضه ما تحط ما تنسوش تحطوا اللايك. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. انا ما قلتلكوش في الاول قولوا تحطوا اللايك، ولا ان دي قناتي ولا اي حاجه. لان بصراحه انا حزينه حزينه جدا جدا جدا. لان كتير من الناس طبعا مش هيخزن. احنا فعلا كنا اصلا واخدين قرار ان احنا مش هنخزن مانجا. تمام. لان بصراحه سعرها غالي جدا جدا. تتخيلوا جايبينها من الجمله بكام يعني، ومن سوق الجمله يعني، مش من حد هنا في البلد، من سوق الجمله في المنصوره. تخيلوا بكام؟ الكيلو ب27 جنيه. يعني يجي عليا الزمن اللي انا اخزن فيه مانجا الكيلو ب27 جنيه. والله حرام بجد بجد، والله العظيم حرام يعني. ربنا يتولانا يا رب كده وارحم برضو الناس الغلابة. احنا برضو يعني عشان كده ما جبناش الكمية اللي بنجيبها، خلاص جبنا تقريبا نصها والله العظيم يعني. فالحمد لله. المهم هقول لكم بقى تخزنوها ازاي، ودي طريقتي المعتمدة اللي انا مش هغيرها طول عمري. وطول ما المانجا موجودة وأنا موجودة مش هغير الطريقة دي أو الوصفة دي. طبعا جبت المانجا زي ما انتوا شفتوا كده. غسلتها كويس جدا، لأن طبعا بتبقى واقعة في الرمل وكده. ومش عايزة أقول لكم المانجا دي منزلة كمية عسل رهيبة. والله العظيم المانجا مطلعة عسل كده، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا يعني. حتى طعمها حلو قوي يعني. مش عارفة بصراحة هو ده زبدية فعلا ولا دي ايه بقى بالظبط. يعني هو ابو احمد جايبها ان هي زبديه. تمام.
المهم بعد ما غسلناها كويس جدا وشلنا بقى طبعا من عليها الرمله وكده، فبجيب ملايه وبفرشها بفرشها زي ما انتوا شفتوها، وبفرش عليها المانجا برضو، وبسيبها كده 10 دقايق ولا حاجه ولا ربع ساعه لما بتنشف خالص. بص انت ممكن لو عندك درج فريزر فاضي ممكن تحطها كلها مره واحده في الدرج وكده، بس انا بفضل ان انا احطها في اكياس عشان ما بتلزقش في الفريزر، وبتبقى سهله ان انت تطلعي منها. طبعا عايزه تحطي كل مانجا في كيسه او كده براحتك برضو. انا حطيت قبل كده كل مانجا في كيسه او كل مانجتين، ولكن المره دي بقى مش حبيت اعمل كيس كتير، الكيس التلاجة كتير غاليه يا جماعه، وبصراحة سبتها لحاجات تانية وكده. فأنا عندي الأكياس دي متوفرة، اللي هي الأكياس العيش، ما شاء الله عندي كمية حلوة كبيرة، لأن العيش يوميا بيجيلي في الكيس ده، والكيس ده نضيف، فأنا بعينهم بحتفظ بيهم وكده. فأنا طلعت منهم حطيتهم كده قسمتهم على 3. واحلى حاجه ان هي في الكيسه بقى بتتحط في الفريزر، مش بتمسك في بعضها ولا بتكلبش في بعضها كده، سهله، بتمدي ايدك بتاخدي المانجايه او الاتنين اللي انت عايزاهم براحتك خالص. هنا كنت بقول لكم في مانجايه كده كانت طريه شويه فشيلتها في جنب، هنعملها عصير ونشربها واحنا كده واقفين نطرح على قلبنا في الجو الحر الصعب ده. والله العظيم بجد يعني الحمد لله الحمد لله. بس لو انت مش هتقدري تجيبي كمية كلها على بعضها او كرتونة او كرتونتين، ممكن في كل سوق تنزليه تجيبي يعني، مثلا هتجيبي 2 كيلو، كل كيلو وعين كيلو، تمام. والله العظيم اعملي كده هتلاقي نفسك برضو خزنتيلك شوية، هينفعوكي في رمضان طبعا عشان تعملي عصاير للولاد وكده. مش هنفضل بقى نديلهم عصاير اللي هي المعلبة والحاجات اللي بتضاف بالمية دي يعني. فأنا بحب دايما في رمضان بالذات يعني أشرب ولاد عصاير طبيعية بجد والله العظيم. فما البرتقال بيجي برضو والجزر بعمل برضو كمية عصاير من البرتقال والجزر بعينها، بنخزن الفراولة زي ما انتوا عارفين برضو. فانت ايه حاولي ان انت لو كل سوق هتجيبي لك كيلو كده ترميه تمام في الفريزر، بس يعني كل سوق كده هاتي وحطي في الفريزر، هتلاقي نفسك برضو حوشت لك شويه وخزنت برضو مانجا. معلش بقى يا جماعه، هو والله العظيم هي الاسعار بصراحه تحزن بجد بجد تحزن يعني. بس قولوا له بالله عليكم في الكومنتات دي اي نوع من المانجا احنا جايبينها ان هي زبديه، خلاص. فلو هي مش زبديه او اي نوع تاني عرفونا برضو عشان يبقى برضو ايه من باب العلم بالشيء احنا بناكل ايه بالظبط. بس عايزه اقول لكم بصراحه هي طعمها حلو قوي، واحلى حاجه فيها ان هي ما فيهاش الياف. انا دايما الزبديه بنجيبها بيبقى فيها الياف، دي مش فيها الياف بصراحه، ما شاء الله، وطعمها مسكر وطعمها حلو قوي، واحلى حاجه كمان ان لونها من جوه اصفر جدا جدا، غير طبيعي يعني، صفرة من بره ومن جوه تتخيلوا. وكمان ما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات من اي بلد بتتابعوني يا احلى واغلى متابعين، وكمان ما تنسوش كابتن شيكا برضو اكتبوا لي تعليقات حلوه كده. والسلام عليكم ورحمه الله.